اهلا وسهلا بالجميع، مساء النور. اهلا وسهلا بكم الحبوبات الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. مبروك عليكم رمضان، ان شاء الله تصوموه بالصحه. اليوم جيتكم بمشروب سحري، علاج للقولون، طارد للغازات، للقبض، طارد للقبض، طارد للغازات، علاج للامساك ولا القبض. المشروب هذايا هو مشروب الكمون ومعه أعشاب أخرى اللي تساعد على طرد الغازات وعلاج الإمساك. وعن جدارة الوصفة مجربة في رمضان. يقل شرب الماء لكثرة لطول الوقت ساعات الصيام. لذا المشروب هذا ماذا بكم تشربوه بعد قبل النوم، قبل ما تمشيوا ترقدوا، قبل النوم، بعد العشاء. وهو بيدول المشروب هذايا بطول المدة يسد الشهية، خاصة للأصحاب خاصة للي يحبوا ينقصوا في الميزان، لأنه الكمون هو ساد للشهية. وكما قلت لكم طارد للغازات، فيه الشمر، وعلاج للقبض، علاج القبض بإذن الله. لأن العديد من الأشخاص في رمضان يعانيوا من إمساك مطول، يقعدوا حتى بالأسبوع ناس ما تدخلش التواليت، وهذا ما يجيش بمكونات طبيعية بإذن الله تعالجكم المشاكل هذه الكل. حبوبات المشتركه في القناه تعمل لايك، واللي دخلت جديده تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اهلا وسهلا بكم. خلينا نمشيو للمكونات وطريقه التحضير. حبوبات كما تراو في المكونات باش ناخذوا الكمون والشمر، ومعاهم باش نضيفوا يا اما النعناع الناشف، اللي خاصة اللي يعانيوا من مشكلة المرارة وعندهم مشكلة المرارة، هذه يساعد النعناع لأنه صديق المرارة. وإلا باش نضيفوا لهم المكون الثالث اللي هو حبة حلاوة. حبوبات ماذا بكم تحطوها في الفريزر في كيما هكا، في حكة كيما هكا بلاستيك، وتحطوها في الفريزر لأنها في ساعة ما تهلك وتعمل الدود به. خلينا نوريكم الطريقة. هذا الكمون، المكونات يكونوا حبوب، ها كما هيش بذور، ما يكونش مطحون، بذور. ها باش ناخذ مغرفه هيك اكبر من مغرفه القهوه بشوي من الكمون. هذا كميه الكمون. باش ناخذ اقل منها بشوي الشمر اللي هو البسباس، نفسها المغرفه. وباش ناخذوا نصف مغرفه من الحبة حلاوه، يا اما حبة حلاوه والا مغرفه من النعناع. مره حطوا حبة حلاوه ومره حطوا مغرفه من النعناع عادي، النعناع الناشف. به حبوبات طريقه. توا نجيو للمكونات هذوما، البذور نتاع الكمون ولا البسباس وحبة حلاوة، ونضيفوا لهم الماء الساخن ونغطيهم. انا سبق وحضرته هاكا، انا نحط في الترموس هذا، ريتوهم. تاخذ الماء السخون، تحط الاعشاب نتاعك في الترموس باش يقعدوا لك، يقعد المنقوع نتاع الاعشاب هذايا سخون. نحطه انا في الترموس. حطيت البذور نتاع البسباس والشمر ولا الكمون ولا حبة حلاوة، وضفت لهم الماء الساخن وغطيتهم. بعدين كي نجي باش نرقد نشربهم، قبل ما ندخل للفرش نشربهم. هذا طارد للغازات، علاج للمشاكل القبض، معناها يوميا تدخل التواليت اجباري، لانه الكمون يسهل عمليه الهضم. وهذه هي الوصفه تواظبوا عليها مده
شهر رمضان كامل بإذن الله يوميا بالليل قبل ما تمشي للفرش تشرب المكونات هذوما. نخليوهم، وإلا إذا كان حطيتوهم في كيس وغطيتوهم بعد 4 ساعات تشربوهم، يا إما تحضروهم وتحطوهم في الترموس، يا إما تحطوهم الأعشاب هذوما تضيفوا لهم الماء الساخن وتغطيوهم وتشربوهم. تنجموا زاد تضيفوا لهم شريحة من الليمون، لأنه وعلاج زاد الأنيميا، مشكلة الحديد في الدم، زاد علاج الكمون يعالج مشكلة الأنيميا. لذا ضيفوا له شريحة من الليمون، تبدل المطعم وتساعد على زيادة الحديد في الدم اللي يعانيوا من الأنيميا. هذه الوصفة حبوبات. كما قلت لكم حبوبات، المشروب هذا يخلصكم من جميع الغازات وعلاج للإمساك والإمساك حتى المزمن. حبوبات كما نعرفوا في رمضان الوقت قصير، واحنا ناكلوا الماكله كلها على بعضها في وقت قصير ما بين 2 3 ساعات، تسبب لنا تخمه وغازات وقلق في المعده. لذا المشروب هذا تواظبوا عليه كما قلت لكم يوميا لمده رمضان كامل باذن الله، ما يسيبكم حتى شيء، بالعكس يفرهدكم. في الصباح تقومي بطنك باذن الله ما فيش ولا حتى اقلق. الوصفه هذه تحفه، انا مواظبه عليها تو اكثر من 2 ولا 3. هذا هو علاج مشكله الغازات في رمضان ومشكله زاد القبض والامساك اللي يعانيوا منه العديد. حبوبات جربوها الوصفه، ان شاء الله تشربوها بالصحه. ان شاء الله نتقابلوا معكم في مقاطع اخرى. يمكن ما عادش باش تراوني نخرج لكم هكا بالصوره، لانه الوقت قصير. نعدي لكم الفيديوهات والوصفات باذن الله بصوتي، وان شاء الله نتقابلوا باذن الله في موعد اخر. تو قالي كان نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله. رمضانكم مبروك، ان شاء الله تصوموه بالصحه ومالهم الايامات ويتعديوا باذن الله. تو ما بقالي كان نقول لكم الى اللقاء وتصبحون على محبه.